البرام المعمر من احلى الاكلات سواء في الصيف او في الشتاء، وممكن تعمريه باي حاجه. ممكن تعمريه بلحمه، بفراخ، ببط، بحمام. ممكن كمان تعمريه بكبده بلدي، بقري او جاموسي، بيبقى طعمه حلو جدا. اهم حاجه انك تعمليه كويس وتكون الصنعه جميله. وتضيفي له الاضافات اللي هي المطلوبه له واللي تخلي طعمه حلو ودسم وجميل كده. طبعا هيبقى دسم شويه مش مشكله، هو احنا يعني بناكله كل يوم؟ مش مشكله يا جماعه، ندسمه شويه ونطعمه شويه، ناكل اكله لذيذه. طبعا اللحمة عندي مش ملبسة، يا سلام لو بلحمة ملبسة يبقى طعمه تحفة وحكاية تانية خالص. بس انا طبعا عشان الجماعة عندي ما بياكلوش لحمة ملبسة، فالراجل اداني لحمة حمرا شوية. وقلت له بقى اديني حتة دهنة كده من اللي هي الحلوة اللي بتسيح دي مع الرز. وكمان اداني حتة ركبة كده عملت بيها الشوربة. انا سويت اللحمة 90% من التسوية. سويتها كويس جدا، يعني كان باقي غلوتين ثلاثة خلاص واطفيها. وحطيتها في البرام مع الشوربة مع اللبن. اللبن كان مغلي والشوربة كانت مغلية، وقشطة وسمنة بلدي وشوية زيت. وطبعا طلع بالطعم والشكل الرهيب ده. وحطيته في الفرن طبعا كده على نار، يعني مش على نار هادية، احنا بنعلي الفرن في الاول، لكن بعد ما المي ما بيشرب اللبن بتاعه والشوربة بتاعته، بنخلي النار نص ونص في الفرن، وبنخليه على الشبكة اللي في النص. وبتبقى اللحمة دايبة زي ما انتم شايفين كده. الف هنا وشفا، جربوه هتلاقوا طعمه حلو جدا. ويلا نغرب بقى طبق مع بعض ناكله كده، وندوق اللحمة بتاعتنا وندوق الرز بتاعنا. الحقيقة ريحة القشطة وريحة اللبن مع الشوربة، مع قطعية اللحمة وريحتها في الشوربة، لان طبعا كل ست بيت بتفهم في الاكل بتعرف ان الشوربة طالعة ريحتها حلوة. يعني اللحمة حلوة من شوربتها. وكمان احنا عشان بنحب اكتر معاها السلطة والجرجير، فعملنا سلطة وجرجير، ما عملناش صينية بطاطس. الف هنا وشفا، وتفضلوا معانا. وايه رأيكم في الغدوة البسيطة دي؟ اشكركم جدا، وباي باي.